السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكما العاده نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نشارك معكم هاد التحليه اللي كتجيب الفخيز. كتجي رائعه صراحه، بواحد يعني طريقه مختلفه. نتمنى انكم تجربوها. فإلا بغيتوا الوصفه ما عليكم غير تكملوا الفيديو حتى الاخر. ندوزو المقادير على بركه الله. هنايا عندي 400 ملل ديال الحليب. تقدروا يعني تضاعفوا الكميه كيف ما تقدروا تنقصوا. وهنايا عندي 200 ملل ديال الكريمه، فتقدروا توضعوا 300 ملل تاع الكريمه و 300 ملل ديال الحليب. الا بغيتو يجيكم هكا القوام ديال هاد الكريمه عقد شويه. فهنايا كيف ما كتشوفوا ضفت عليها الفانيلا السائله، كتبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما، واش كتبغوا النكهه كتجي كثيره او لا. المهم هنايا ضفت واحد 3 المعالق ديال النشا. كذلك غادي نضيف كذلك واحد 3 ديال المعالق ديال السكر. تقدروا تضيفوا كميه اكثر كيف ما تقدروا تضيفوا كميه قل. فانا هنايا حيت عندي الكريمه كتكون حلوه فضفت 3 د المعالق فقط. وهاد المعالق اللي عندي البنات راه تقريبا غير متوسطين ماشي كبارين، ما كيهزوش بزاف. صافي كنوضعوا هكا الخليط ديالنا على النار وكنبقاو نحركوا فيه حتى كيبان لنا يعني القوام ديالو بدا كيتقل. صافي وكنفرغوه في الكؤوس ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا القوام ديال الخليط ديالي راه تقال، كنخليوه حتى كيعقد بزاف. كيف ما كتشوفوا انا راه درت يعني كميه ديال الحليب اكثر من الكريمه، تقريبا بالضعف ديال الكريمه، لذلك ما جاتش عاقده بزاف. كنفرغ هكا في الكؤوس ديالي فاش غادي نقدمهم ان شاء الله. فهنايا غادي ندير تقريبا غير النصف او لا غنفوت النصف غير بشويه، ما غاديش نعمرهم كاملين هكا باش غادي يعني كنخليو البلاصه للطبقه الثانيه. انا يعني هاد الخليط هذا فعمر ليا 8 ديال الكؤوس من هاد الكيسان هادو، يعني عمر ليا 8 د الكؤوس. صافي غادي نخليوها حتى كتبرد وغادي ندوزو هنايا باش غادي نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي واحد 250 ملل 250 غرام عفوا حتى 300 غرام ديال الفريز. فغادي نوضع عليها هنايا واحد 4 د المعالق ديال السكر حتى ل5 د المعالق، كيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما وعلى حسب الفريز اللي عندكم واش حلو اولا يعني باسل شويه. صافي كنحاول هكا ندخل فيه هذيك السنيده كامله وكنوضعوها على النار. فحال اللي كنبغيو نصايبوا الكوفيتيره البنات كنوضعوها على النار هكا حتى يعني حتى كيطلق لينا هذاك الماء وكيبان لنا الفريز راه طاب، وكندوزو هنايا باش كنصفيوه. تقدروا في هذه المرحله تطحنوه عاد باش غادي تصفيوه. فانا صراحه ما طحنتوش، غير حاولت هكا ندوزو في هاد الصفايه مزيان. انا صراحه عجبتني هاد الصفايه صغيره من بعد خديت صفايه كبيره حتى صفيته كامل. صافي هنايا من بعد ما صفيت الخليط ديالي كامل كنردو هكا على هاد الكاسرونه، وغادي نضيف هنايا واحد العصير ديال نصف حامضه، غير النصف البنات، يعني تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال العصير الحامض. وكنردو على النار واحد 5 ديال الدقائق عاد باش كنجيو نفرغوا على الكؤوس ديالنا اللي كيكونوا بردوا. كيف ما قلت لكم انا في هذه المرحله راني وضعتهم في الثلاجه حتى بردوا. عاد بديت بديت كنحضر في الطبقه الثانيه. صافي كتفرغوهم هكا في الكؤوس ديالكم تخليوهم حتى كيبردوا يعني تزينوهم الفوق بالفريز او الفرامبواز اللي بغيتو. انا صراحه خليتهم غير هكاك. صافي وكنوصل للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم هكا باش كتشجعوني ونحط لكم فيديوهات اكثر. فصراحه هذا الفيديو البنات راني صورته مع بزاف ديال الوصفات غير كيجيوني الفيديوهات طوال، لذلك قررت انني غنبقى نحط لكم كل وصفه بوحدها. الفيديو كيجيني طويل وما كيبغيش يطرمى.
يالّا بسلامة عليكم.